السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات مرام. اليوم راح نديرو مع بعض وصفة الرفيس التقليدي الجزائري، يجي من أروع ما يكون. نخليكم مع الوصفة. بسم الله على بركة الله. نبداو مع الوصفة. هنا نحتاجو كأس زيت، عندنا سمن المرجان، كيلو رطل سميد عمور متوسط، تمر الحميرة. هنا غسلت التمر تاعي 3 مرات ونديروه يفور. هنا ناخد كيلو رطل سميد عمور متوسط، نديرو شوية ملح، نضع كأس معمر مليح زيت، هنا نبسو السميد نتاعنا بالزيت بهذه الطريقة. هنا بعد ما بسست السميد نتاعنا شوفوا كيفاش يجي. هنا نلمدو السميد نتاعنا بالماء على هذه الطريقة. ثم نشكل كويرات. ونحلو العجينة نتاعنا على شكل دائري. نطيبوها في مقلاة مسخنة من قبل حتى تطيب معانا من الجهتين، ونكمل جميع الكمية. هنا بعد ما فار التمر نتاعي نقيو التمر تاعنا من العلف بهذه الطريقة. هنا بعد ما طاب المبسس تاعنا نقلعوه من المقلة. هنا بعد ما نقيت التمر نتاعي نضعوه يفور المرة الثانية. وهنا نفتو المبسس تاعنا حتى نكمل جميع الكمية. ثم نضعه في الأشوار، ثم نرحيوه. نغربلوه في الغربال الغليظ على هذه الطريقة. هنا اللي عندها المهراز تقدر ديرها في المهراز، واللي ما عندهاش مهراز ديرها في الأشوار. هنا بعد ما غربت المبسس نتاعنا شوفوا كيفاش جا. هنا بعد ما فار التمر تاعي نضع 2 مغارف كبار سمن مرجان. نمرسو التمر تاعنا مع السمن بهذه الطريقة حتى يتعجن معانا التمر. هنا بعد ما غربلت كامل الكمية نتاعي تاع المبسس شوفوا كيفاش يجي. نضع مغرف صغيرة كمون، مغرف صغيرة عكري، ونحركوا المقادير مع بعض.
هنا نجيبو التمر تاعنا وندخلوه في الرفيس بهذه الطريقة. هنا دوبت السمن تاعي وندخلو السميد مع التمر بهذه الطريقة. شوفوا الرفيس تاعنا كيفاش جا، انا قدمته مع اللبن. صدقوني هاد الوصفه تجي من اروع ما يكون. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم، واذا عجبتكم الوصفه لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.